انا هجيب لك بطاقه منين يعني؟ فمش هرجع انا طالع راجل يوميا ب 200 جنيه اجيبه العيال اكل بيهم واشرب بيهم، هترجعني عشان ماليش بطاقه؟ لا هخش واشتغل. انت فاهمني؟ والناس برضو بتقدر الظروف وبتقدر الموقف وبتخلينا نتعامل. ايش انت فاهمني؟ جيرانك والناس اللي حواليك بيتعاملوا ازاي مع اسلام؟ الاسلام ازاي بيتعاملوا مع اسلام؟ وايه كلامكم وحسيت ايه معاك يعني؟ والله بص انا اقول لك انا على حاجه يا استاذ احمد، انا بالنسبه لي المجتمع المصري انا بحسهم كلهم اخواتي. يعني انت مثلا حضرتك ممكن اسالك انت منين، تقول لي انت من مصر، انت مصري، بس تقول لي انا من الباجور مثلا. تمام. انت فاهمني؟ حاسس انك انت ليك موجودين. حاسس؟ هو ده اللي تعبني، هو ده اللي تعبني، اللي تعبني ان هم موجودين، هو ده اللي تعبني. انت عارف عزيزة لو قالت لي انت ابن حرام، انت ابن كلب، انت جايباك من دولة يهود، ما انا كنت هبقى ارتحت وخلاص. اصل انا ما خلقتش نفسي، هو انا خلقت نفسي؟ ما انا كنت قادر، يعني ربنا كان قادر يخلقني مثلا امريكي وفي وسط ابويا وامي واهلي بس يهودي. لا خلقني هنا مسلم، فانا ما خلقتش نفسي. كانت تقول لي لا اهلك موجودين ولو عرفتهم انا هخسر قضيتي. طب ايه هي قضيتي؟ دوختوني والله العظيم ثلاثة. انتم ما تعرفوش معنى كلمة اخ وكلمة اب وام، ما تعرفوش معناها، مع الرغم ان انتم تملكوها بس ما تعرفوش معناها. لان اخويا وابويا وامي واهلي دول يعني انا ما اتدراش في الدنيا في الكون ده كله مش هيساعيني غيرهم، اتدرى في وسطي اهلي لحم ودمي. توجه لهم رساله ايه لو قدامك لو شايفينك؟ مفيش حاجه هتعوضني الحرمان اللي اتحرمت منكم. يعني خلينا نعيش اللي بقى من العمر كده، انا مش عايز حاجه من الدنيا دي خالص غيركم بس. اللي باقي ما بيننا بالحب. عايز تقول لهم ايه؟ اتكلم مع والدتك لو بيتفرج عليك دلوقتي. الوحده دي مش سهله. الام ايوه، ودي نعمه. انا بقعد بزعل جدا في نفسي وبتضايق جدا لما بلاقي بقى في حد في المجتمع اللي بيضرب اخته واللي وعشان ورث وعشان مش عارف وكلام فاضي. ان انتوا بتاكلوا في بعض وتبقوا اخوات وبنشوف بعينينا كلنا معترفين بكده، محدش ينكر. كلنا معترفين ان النهارده الاخ بقى بيقتل اخته عشان ورثه وممكن يشوه لها وشها بميه نار وممكن يلبسها في قضيه وكل ده عشان قيراط ارض زياده ولا عشان بيت زياده. والله قلت له عايز انت يعني ما بيصعبش عليك الفلوس اللي بصرفها، وان انا مثلا بسيب شغلي وبسيب عيالي وبروح، انت بعتني لاهلك وعارفه نبيل الغطس وفاكره سينما مترو. طب على العموم هم جايين لك وهيقعدوا معاكي وهيمشوا برضه لو ما قلتيش انا ابن مين، مش هيمشوا وهيسيبوكي عشان يكون عندك علم. فانت لازم تقول انا ابن مين. هم جايين يوم الاثنين ورحت جاي شادد الباب ورايا وخارج عشان اقعد في الصاله اكل لقمه اول ما يقفل واخش انام. ايه؟ اول ما يقفل بقى ان اهلها جايين، هي قعدت تصوت وتلطم وتقول لي مش ايه موتني وما تجيبليش الناس دي هنا. طب ما انت اللي بعتني ليهم، يعني انت اللي بعتني للناس دي. تمام. تفهمني؟ خرجت بره سمعت الناس بتصوت في الشارع، لقيتها مرميه في الارض، جبنا لها اسعاف وديناها مستشفى طوخ المركزي هنا. قعدت حوالي ساعه ونص عايشه فالروح. كنت معاها انت؟ انا كنت ما سبتهاش. انا بتاع الاسعاف هنا بيقول مين اللي معاها، قلت له انا ابنها. كان احساسك ايه؟ انت فاهمني؟ لا هي كانت صدمه بقى. احساس ايه ده؟ انا فضلت متبنج يجي يومين ثلاثه مش فاهم ايه اللي بيحصل. تمام. لان هي كانت عامله زي كاسه الدواء، انت فاهمني؟ ازازه الدواء ولو وقعت اتكسرت منك انت خلاص. انت فاهمني؟ فانا حسيتها كده. ايه اللي حصل لها لما ماتت؟ عايش 38 سنه اهو، فهتعامل وبركب مواصلات وبسافر وبشتغل. وانا رحت المطار اركب شغلانه بيقول لي مش هتخش من غير بطاقه، قلت له لا هخش وهشتغل ومالكش ان انت تمنعني، ما انا هجيب لك بطاقه منين يعني؟ فمش هرجع انا طالع راجل يوميا ب 200 جنيه اجيبه العيال اكل بيهم واشرب بيهم، هترجعني عشان ماليش بطاقه؟ لا هخش وهشتغل. انت فاهمني؟ والناس برضو بتقدر الظروف وبتقدر الموقف وبتخلينا نتعامل.
ايه شعور انت فاهمني؟ جيرانك والناس اللي حواليك بيتعاملوا ازاي مع اسلام الاسلام الضائع؟ ازاي بيتعاملوا مع اسلام؟ مرات عزيزة لو قالت لي انت ابن حرام، انت ابن كلب، انت جايباك من دولة يهود، انا مش عايز حاجة من الدنيا دي خالص غيركم بس. مش هيعوضني حاجة عن الحرمان اللي اتحرمته. هم كلهم وحشوني، موجودين. هو ده اللي تعبني، اللي تعبني ان هم موجودين. ان هي كانت عاملة زي كاسة الدواء، انت فاهمني؟ ازاز الدواء ولو وقعت اتكسرت منك انت خلاص. انت فاهمني؟ عليها النمل في المستشفى. دي الآية. دي بقى الآية اللي انا يعني اللي انا كنت الدعوة اللي انا دعيتها لربنا، يعني لها من الله ما تستحق. انا عن نفسي انا مش مسامح، انا عن نفسي انا شخصيا مش مسامحها. هو ما فيش، هو في نفس اليوم ماتت، بعدها بساعة وتلت ماتت. اللي دفنها الحكومة، انا اتخذت بقى في نفس اليوم. تمام. الحكومة جت خدتني بقى. اسلام انت نومك وحش قوي، مش عارفه مراتك بتحملاك ازاي. انا ما قعدتش طايقك ولا حتى عايزاه منك لله. ده مشهد واحد من يومياتي والرعب اللي كان مع عزيزة. مشهد واحد بس يخليكوا تعرفوا قد إيه كنت في عذاب. واستنوا مشاهد كتيرة من حياة إسلام الضائع مع عزيزة بنت إبليس. كل الناس اللي بتقول احمد ربنا إنها ربتك، حطوا نفسكوا مكانه وخلي حد يخطفكوا وانتوا أطفال وتعيشوا عمركوا كله تدوروا على أهلكوا.